السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ازاي نفرز السبانخ بتاعتنا. اول حاجة انا بختار هنا سبانخ تكون طازة وتكون كده الورق بتاعها اخضر، ما يكونش لون الورق مصفر او فيه نقط او ثقوب. اول حاجة بعملها ان انا بفك الرابطة بتاعتي من الحبل اللي بيبقى حواليها كده حاجة خضرة رابطة معايا. وبعد كده من الكزبرة الخضراء هبدأ بعد ما انضف السبانخ بالطريقة دي هبدأ احطها عندي في مية جارية، والطين اللي فيها لان هي بتبقى فيها نسبة من جارية وعليها ربع كوباية من الخل، وهسيبها فيها منقوعة حوالي نص ساعة عشان تقتل اي ميكروبات او طفيليات عليها. وهنشوف هنعمل ايه. ده شكل السبانخ بتاعتي بعد ما سبتها في المية والخل حوالي نص ساعة. بعد كده صفيتها من المية والخل وغسلتها تحت المية الجارية، وبعد كده صفيتها من المية. والوقتي هبدأ أقطعها. الروس الحمراء اللي عندي بالشكل ده، هبدأ أقطع الروس الحمراء اللي عندي بالشكل ده. والوقتي استغنى عنها كده، وهبدأ الوقتي أقطع السبانخ أهو. ما برجعش اللي بقطعها، ما برجعش بالسكينة اللي بقطعها، ما برجعش عليها بالسكينة مرة تانية. وبحاول ان انا اقطعها صغير قوي، لاني كل ما كان التقطيع كبير كل ما كانت القيمة الغذائية اعلى. ان المفروض الصح للسبانخ بالذات انها تتقطع بالايد مش بالسكينة، لكن احنا طبعا بنقطعها بالسكينة كده. ما برجعش تاني، بشوف اللي بعدها اهو. اقطع كل الكمية بتاعتي بالطريقة دي. اثناء ما انا بقطع السبانخ حطيت عندي حلة على النار وحطيت فيها مية بتغلي. بعد ما قطعت السبانخ بتاعتي واثناء غليان المية ضفت عندي على الحلة ضفت مصفى زي ما احنا شايفين، وهبدأ اضيف عندي عليها السبانخ والكزبرة الخضراء مع بعض في المصفى، وهغطي عليها وهسيبها حوالي 5 دقايق عشان تدبل من البخار. هنا السبانخ بتاعتي بعد ما غطيت عليها وسبتها حوالي 5 دقايق هبدأ اخدها كده، وهكون عندي السبانخ في المية الساقعة وهسيبها لما تبرد معايا. اول ما بدأت السبانخ تبرد معايا هبدأ اصفيها من المية بتاعتها. دي شكل السبانخ بتاعتي كلها بعد ما نزلتها في المية الساقعة وصفتها. قلبتها كلها كويس جدا مع بعض عشان اضمن ان الكزبرة الخضراء اندمجت في كل السبانخ. هبدأ دلوقتي احطها عندي في اكياس على حسب الكمية اللي انا هستخدمها، واحطها عندي في الفريزر. ده شكل السبانخ بتاعتي بعد ما ضفتها في الاكياس. واهم حاجة ان انا اخرج كل كمية الهواء من الكيس واربطه كويس، ودلوقتي هحتفظ بيه في الفريزر عندي وهستخدمه مجمد. لما احب استخدمه بستخدمه مجمد، ما بسيبوش لما يفك. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.